يا صباح النور على البنور. لسه مخلصه تمرين وقلت اما اجي قبل مفرمه يوم الجمعه اجاوبكم على السؤال بتاع ايه الروتين اللي عملتيه لشعرك وفرق معاكي فعلا. بس خليني قبل ما اقول الروتين نرسي القواعد. زي ما نوع بشرتنا مختلف واللي ينفعك ما ينفعنيش، زي ما طبيعه شعرنا مختلفه واللي ينفعني ما ينفعكيش، فلازم نبقى محددين احنا طبيعه شعرنا ايه. نمره واحد، حوار المساميه ده انا ماليش فيه، ما فهمتوش خالص. مساميها مرتفعه ومساميها منخفضه انا ما فهمتهاش. اوكي، انا اللي اعرفه ان انا شعري طري مترطب ويفي شتاء، مقلحف جاف ابن 60 في 70 صيفا. انا الفصول بتفرق معايا في طبيعه شعري عامله ازاي. خلاف بقى ان انا فروه راسي مش دهنيه، يعني ما بتعملش قشره، عشان دي نقطه مهمه جدا 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 في الروتين اللي هتستخدميه لشعرك. طيب انا ايه اللي حصل في شعري على مدار السنين؟ انا لحد سن 35 تقريبا 37 اللي هو 2015 انا كان شعري زي الفل، تخن كده اهو. والله العظيم تخن كده اهو حرفيا. والكوافير لما كان بيعمله كان بياخد ريست في النص. خلاص، من 2015 اتهبلت في مخي، فبقيت بعمل شعري حاجات غريبه جدا. ما تفهميش ده هبل الثلاثينات ولا ايه، ما تفهميش يعني. كل ما هو بروتين كولاجين، كل اللي قالوا لك اسمه تريتمنت اوكي يدخل تحت بند التريتمنت واخده انا عملته. بقى شعري يقع بطوله ويتقطع ويتهربد. اول شهر فله قمر، بعد كده بس شعري انتهى تماما. جيت في 2019 مثلا سحبت لون وقلت اعمل شعري احمق. بس قضيت على اللي باقي من شعري. ففي 2019 قصيت شعري قصير جدا بوي كات، وقلت ابتدي اعالج فيه. طبعا ما عرفتش اعالج فيه لان انا مستمره على الحراره وعلى الصبغه. انا ابتديت اصبغ وانا عندي 39 سنه. اول ما ابتديت كنت بصبغ مثلا 4 مرات في السنه، تمام. بعدين بقيت كل شهرين، بعدين بقيت كل شهر، وصلت لدرجه ان انا كل اسبوعين كنت بصبغ. شعري كان انتهى لحد السنه اللي فاتت. فضلت اقص فيه وهو متقطع وفراغات كترت جدا بقى لحد هنا، وصلت لحد هنا. يعني اطول خصله في شعري كانت لحد هنا. قلت لا، ما بديهاش بقى، لازم هنا نعمل كات. ايه بقى الكات اللي عملتها؟ اني جبت الباروكه. قلت الباروكه ده الحل الوحيد ليا علشان اوقف حراره واوقف صبغه، وفي نفس الوقت انزل اروح اشغالي واروح مشاويري وحالي ومحتالي. خلاص، على بال ما اعالج شعري. من مايو 2023 وانا متفرغه بقى ازاي اعالج شعري. اول خطوه في علاج شعري كانت حمام زيت بشكل اسبوعي. انا بعمل حمام زيت، انا اعتمدت الروزماري اوكي، وفرق معايا جدا 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 في انه ينبت الفراغات وانه يطول شعري. فانا بجيب زيت الروزماري وبجيب زيت الجوجوبا. ليه؟ لان الروزماري زيت عطري وتقيل على فروه الراس وبيعمل اريتيشن، فما ينفعش يتحط لوحده، لازم يتحط عليه حاجه اسمها زيت حامل. ده اللي قالوه الدكاتره، انا ماليش فيه اوكي. انا بعتمد ماركه اورينز. خلاص، ليه؟ اورينز بتورد لاكبر الماركات اللي في السوق. طب ما انا اجيب من المنبع يا باشا. ما اجيب من المنبع على طول. بجيب حاجتهم منين؟ يا من صفحتهم على الفيسبوك، يا اما وانا بعمل اوردر بالمره مثلا على امازون او جوميا اقوم طالبه حاجتهم، لان حاجتهم بتتباع هناك. اسمهم اورينز. ادي زيت الروزماري وادي زيت الجوجوبا. بعمل ايه بقى يا باشا؟ قطاره. ما عندكيش قطاره؟ معلقه يا ست الكل اوكي. باخد من زيت الروزماري نص قطاره واحطها في بوله صغننه، واخد من الجوجوبا قطره ونص، يعني الجوجوبا 3 اضعاف الروزماري، واحطهم في بوله. البوله دي لو انا في الشتاء بدخلها على الميكرويف 10 ثواني بس، الزيت يدفى. في الصيف ما بحتاجش اعمل الحركه دي. وابتدي احط طراطيف صوابعي في الزيت، وابتدي ادلك الاماكن اللي فيها فراغات مبدئيا. يعني انا كانت عندي الحته دي كلها فراغات، ابتدي ادلك الاماكن اللي فيها فراغات. خلاص، نص الشعر، الجناب، واقوم قلبه دماغي ومدلكه من تحت ومسرحه بفرشه كويس قوي. وانا بدلك يا بصوابعي يا بدي، ما بتفرقش الاتنين عن بعض. اهم حاجه تدليك خفيف مش خناقه. خلاص، يعني لو هتدلكي بالفرشه اهو، ما تحكيش في فروه راسك، لا انت بتجري الدوره الدمويه بس. بتفرق قوي برضو في النفسيه بالمناسبه. قلبت شعري وابتديت اسرحه من تحت بفرشه. انا معتمده الفرشتين دول، يا الخشب يا دي. طبعا اعتذر عن بشاعه المنظر لان ليلي عضتها وكلتها يعني. وببتدي اسرح شعري. خلصت كده حمام الزيت. في فقره تانية بقى بجيب حمام الكريم بتاعي. انا معتمده الفتره دي حاجه بريم. في حياتي ما استخدمت حمام كريم غذى شعري زي حمام الكريم ده. الوحيد عندي اللي خلاني استغنى عن باي بوينت. يعني انا كان المفضل عندي الباي بوينت، فاكرين العلبه الرمادي بتاعت زمان دي؟ ده الوحيد اللي خلاني استخدمه. خلاص، بجيب معلقتين من ده ومعلقه زيت جوز هند. انا دايما بجيب جوز الهند برضو من اورينز، لو ما لقيتوش بجيب انفينيتي، لان انفينيتي برضو بيور.
باخد معلقتين من حمام الكريم عليهم معلقه من زيت جوز الهند، اخلطهم ببعض كويس وابتدي اعمل اطراف شعري كلها، واقوم قامطه شعري بكيس بلاستيك بقى، بكاب اللي عندي متوافر، بقوم قامطه دماغي بيه. اقعد لي ساعه 2، اخري ساعتين، واكون غاسله شعري. فقره بقى غسيل الشعر دي ما فيهاش افتكاسات، شامبو وبلسم. انا الفتره دي برضو زي ما بقول لكم معتمده حاجه بريل لحد ما اخلصها واجيب اخرها يعني. الشامبو بتاعهم شامبو بينظف الشعر فيه سولفيت، انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها الشامبو ما يبقاش فيه سولفيت، ما بحسش ان انا شعري نظيف. الابليكيتور بتاعي بيعجبني عشان بعرف اجيب احط على الفروه بس، واغسل شعري كويس لحد ما يزيق. البلسم بتاعهم الجميل اللي ما يتخيرش عن حمام الكريم بالمناسبه خالص، حاجه عظمه عظمه. حطيت البلسم، سلكت شعري دي على السريع كده، شطفت شعري من البلسم، حطيت حمام الكريم، بسيبه على شعري بقى لحد ما اغسل جسمي واستحمى واخلص كل اللي ورايا في الحمام، وبعدين اشطف حمام الكريم. خلصنا فقره الغسيل وحمام الكريم، بحط شعري في فوطه مايكرو فايبر. انا ما بعتمدش في الحاجات دي ماركات، يعني مره لقيت اوفر مثلا 4 فوط كانوا ب 150 جنيه رحت جايباهم. بعدين مره بالصدفه كنت بشتري حاجات من صفحه اسمها افريكانا، اوكي، كنت بجيب منهم زبده شيا باتر والنيله الزرقاء وبتاع، فلقيت الفوطه رحت جايبها. الصراحه حملت اسيه وزي الفل البنت يعني. لفيت شعري بقى في الفوطه المايكرو فايبر، خرجت من الحمام عايزه احط لشعري ليف ان كونديشنر. انا مفيش ليف ان عمل معايا حاجه غير ده، لوريال الفيف توتال ريبير 5، هو ده. يعني انا طبيعه شعري هو ده الوحيد ده بقى معايا في كل حته، معايا في المصيف، معايا في الجن بن العفيت، اول ما اخرج من البحر او البول اقوم حاطاه على شعري، يعني هو معايا في كل حته. واقوم مسلكه شعري برده بفرشه من الاثنين دول، حبيت المه. دي حبيبه قلبي، دي بتاعت فين دول كده، بتجيب السنتوف. وما تسالونيش دي منين، دي عندنا في البيت هنا بقى لها 20 سنه مثلا، ومحافظين عليها عشان مش عارفين نلاقي زيها تاني. واقوم لما شعري بقى اسيبه، مش فارق معايا خالص ان انا اعمل في شعري اي حاجه دلوقتي لحد ما يبقى هيت فري ويبتدي يتعمل كيرلي لوحده، وده اللي انا هعتمده الفتره الجايه ان شاء الله. طيب خلاص شعري نشف وعايزه احط له سيرم. انا بالنسبه لي السيرم بتاع ايفا كيراتين دوت او بتاع بري، الاثنين حلوين جدا. ده حبيب قلبي حبيب قلبي، ده بقى له عندي سنين ما بستخدمش غيره. بتاع بري انا لسه مستخدماه قريب، جميل جميل برضو يعني. انا دخلت السنه دي على شعري حمام الصدر، وده انا عملت له فيديو لوحده، يعني ازاي بعمل ماسك الصدر للشعر. ده دخلته السنه دي، فبقيت في الاسبوع مره اعمل حمام زيت بالحاجه بتاعت اورينز، ومره اعمل الصدر بتاع ريحانه. فرضا بقى يا ست الكل عندي حاجه سريعه وعايزه اداري الروتس البيضه اللي عندي، انا معتمده ده الفتره دي ايفا كفر روتس. هو عامل زي قلم الروش كده، ومنزلين منه دلوقتي ماسكارا على فكره، حاجه زي ماسكاره شعر كده، لسه ما جربتهاش هجربها. ده سهل الاستخدام جدا. بصي يا ماما، بصي عيبه ايه بقى؟ لو حطيتيه قبل ما بتلبسي هيعمل معاكي زي ما عمل معايا كده، هيطلع في الهدوم، ولو عملتي كده هيطلع في ايدك. بس انا بالنسبه لي ده مش عيب، انا عايزه كده، انا عايزه حاجه تطلع بسرعه من شعري كده. انا تقريبا قلت لكم على كل حاجه بعملها لشعري كله. الفتره دي انا بستخدم بقى نوع سبراي بيترش كل يوم الصبح، 4 5 6 بخات كده على شعرك قبل ما تنزلي الصبح. ده لسه بجربه، اوكي، هو من ماركه كده ايه في كلام عليها اليومين دول، بس انا لسه ما اعتمدتوش، لسه ما حسيتش بالفرق. اما احس بالفرق هقول لكم عليه. واظن كده عداني العيب وازح. تمام، فيديو طويل بس صدقوني فيه الخلاصه. ويا رب جمعه زي العسل عليكم.